كنت قاعدة زهقانة وعايزة اكل حاجة حلوة. قلت كده انزل اجيب اي حاجة اعملها تكون سريعة كده وما تكونش مكلفة قوي. قلت انزل اجيب كده اعمل كيكة او اي حاجة، اشوف كده اي حاجة قدامي كده او فاكهة او حاجة. وانا نازلة اتمشى لقيت قدامي واحد بيبيع كنافة وجلاش ورقاق. قلت كده ايه، اجيب كنافة واطلع بقى اعملها اشوحها اعملها اي حاجة يعني. بعد ما طلعت لقيت بقى الكنافة طازة كده وحلوة، واللي هي الطرح دي يعني اللي هي تنفع تتلف وتعمل بيها اي حاجة حلوة. طبعا عايزينها تكون موفرة كده وسهلة ومش فيها تفاصيل كتير، فقلت اخدها كده اسويها وهعملها كده اللي هي المبرومة او السيجار. وبعد كده سويت بقى الكنافة كده مع الاطراف وظبطت كده الكنافة بتاعتي، خدت اللي هو يعني الطول بتاعها تظبطيه، وهاخد جزء منها والجزء التاني هغطيه بالفوطة كويس جدا عشان ما ينشفش مني. عشان الكنافة بتنشف بسرعة جدا. بس كده هغطي دول بقى كده بالفوطة عشان ما ينشفوش، والباقيين هشتغل فيهم كده على طول. ومعايا الصينية بتاعتي مش دهنها اي مادة دهنية، ما تدهنهاش خالص، احنا عايزينها زي ما هي كده. وهلف بقى الكنافة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، هبرمها كده. انا بططتها شوية كده وبعد كده بمسكها مع الاطراف والفها كده ابرمها لغاية لما توصلي كده للاخر. انا هنا كنت عاملة كام واحدة. بعد كده بجيب الكوباية كده واحطها على الاطراف من الناحية دي ومن الناحية دي عشان خاطر الكنافة ما تفكش مني وتبوظ شكلها. هعمل كمان واحدة كده معاكم اهو، فردتها شوية وبعد كده همسك الطرف والفه كويس كده وابرمها جامد عشان ما تبقاش مفكوكة مني لغاية لما اخلص القطعة بتاعت الكنافة كده كلها. اهم حاجة ايد ماسكة بيها والتانية عمالة ان انتي تلفي بيها الكنافة عشان ما تبص منك او تفك. انا خلي البنوتي ساعدتني وقلت لها امسكي كده عقبال ما اجيب الصينية كده اقربها. بعد كده هكمل بقى الصينية كلها بنفس الطريقة، وهجيب بقى كوباية وربع او كوباية ونص من السمنة، وهغلف بقى الكنافة كلها بالسمنة كده. ودي خطوة مهمة جدا عشان تاخدي لون حلو قوي في الكنافة، ان انتي تغلفيها بالسمنة كويس جدا عشان ما اول ما تخشي الفرن ما تتشعوطش منك وتاخد لون حلو كده ويكون لونه ذهبي. بعد كده هدخلها الفرن بقى على نار متوسطة. اول ما تبتدي ان هي تاخد معايا لون من تحت هطفي الفرن، وهنزل الصينية على اول رف من تحت واولع الشواية واسيبها على نار هادية علشان ما تتحرقش مني او تاخد لون زيادة. واول طالما احنا ما فتحنا الشواية لازم نبقى متابعينها على طول عشان الحاجة ما تبص مننا. بعد كده هتقعد معاكي حوالي 25 دقيقة. اول ما تطلع بقى من الفرن احنا طبعا مجهزين السيرب، كوباية ونص من السكر عليهم كوبايتين من المية، وعايزة اقولك السيرب برضو كان مسكر، ونص ليمونة. وانزل بالسيرب على الكنافة بعد ما تطلع من الفرن. وبعد كده اول ما تتشرب السيرب بتاعها هجيب بقى السكينة كده واقطعها كده حسب بقى المقاس اللي انا عايزاه. اقطعها كده قطع صغيرة. انا هنا اهو كنت بخليها ان هي احاول اوصل السيرب لكل الكنافة اللي في الصينية بعد كده عشان تشربها كويس. بعد كده اجيب بقى السكينة كده واقطع الكنافة بتاعتي. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه، وهي اساسا بسيطه جدا كده بس كانت ريحتها جميله. بعد كده هجيب بقى الكنافه بتاعتي كده رصيتها بقى بعد ما اتقطعت كلها. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد كان شكلها كان حلو جدا وبسيطه، ما خدتش معايا وقت، سهله جدا ومش مكلفه ولا فيها اي تعقيدات. هي كنافه وسمنه والسيرب بتاعك، يعني ما فيهاش اي اختراعات ولا افتكاسات. بس طلعت معايا احلى صينيه كنافه عملتها. وعايزه اقولك طعمها كان تحفه جدا، بجد حاجه حلوه وسريعه وبسيطه كده وتنفع كده نعملها في اي وقت. يا ريت تجربوها وتقولي رايكم ايه. كنت مع مطبخ لينا، باي باي.